الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. احنا النهارده هنعمل مكرونه نجرسكو اللي هي بالبشاميل، بس دي بالفراخ. دي كده نص كيلو. في ده بانيه. بجيب البانيه واقطعه حتت صغيره يا حبايبي. بصوا كده زي ما حضراتكم شايفين كده، مقطعه حتت صغيره جدا على قد ما تقدري. ولو عندك كبه وعايزه تضربها على الكبه يبقى احسن يعني، بس انا بعملها كده بتبقى حلوه برضه. فلفل الوان اللي هو الاحمر والاصفر دول ربع كيلو. فلفلتين ربع كيلو، ما بنحطش اكتر من كده يعني، ما بنحطش فلفل رومي ولا حاجه. هو 2 فلفلات الوان، فلفله كده وفلفله كده، واحده حمراء وواحده صفراء. وده معلقه شاورما، توابل شاورما. دي معلقه توابل شاورما. ونحط معلقه صغيره فلفل اسود، ومعلقه صغيره ملح. وندوق لو عايزين نزود تاني هنزود، ونعصجها كده لحد ما تتعصج معانا. هوريكم برضو لحد فين، وبعد كده كملوا معانا. كده حطيت الفلفل والفراخ والفلفل الاسود، وهقطع البصلتين دول برضو حتت صغيره، جوز بصلات يعني، همت مش كبار قوي. واللهم صل على النبي. وحاطه معلقتين زبده معايا، حاطه معلقتين زبده مليانين كده، ما حطيتش اكتر من كده. زي ما حضراتكم شايفين كده، معلقتين زبده على فلفلتين ربع كيلو اللي هم الالوان، على نص كيلو بانيه مقطعاه حتت صغيره، على بصلتين زي ما حضراتكم شايفين، معلقه صغيره فلفل اسود، ومعلقه شاورما كبيره زي ما حضراتكم شايفين كده. هعمل البشاميل بتاعي. انا هعمل ايه؟ كيلو لبن اللي هو كيلو الحليب. انا جايبه اللبن ده، اللبن السايب من عند ناس مضمونه ما بتغشش اللبن. انا بقول لكم كده عشان ما تجيبوش من اي لبن وخلاص. بصوا دي هحط كده، دي معلقه اهي، ده كده للبشاميل. دي الزبده معايا، وادي معلقه تاني. دول 3 معالق زبده زي ما حضراتكم شايفين كده. هحط اوريكم برضو. دي نص كوبايه دقيق، مش هحطها كلها مره واحده، هحط نصها في الزبده والنص التاني هحطه بعد ما احط اللبن. وحضراتكم كده تابعوا معايا كده. انا خليت الزبده بتاعتي اهي، واحط كده. ده نص كوبايه اللي هي كوبايه العصير يا حبايبي، زي ما حضراتكم شايفين كده. دي كوبايه العصير اهي، نصها بحطه. ما اقلبش بمعلقه، انا بس حطيت الزبده بالمعلقه. اقلب كده بالمضرب بتاعي، احط حبه كمان كده كده الحبه اللي اتبقت معايا. وبرده يا حبايبي انا كده يعني انا مكيله نص كوبايه على الكيلو اللبن. انا بعمل كيلو لبن بس. لو انا حاسه ان انا البشاميل بتاعي خفيف ممكن ازود معلقه كبيره. لو مظبوط معايا هوريكم برده السمك بتاعي. لو مظبوط معايا يبقى كده خلاص. تابعوا معايا كده، خليكم حبايبي. زي ما حضراتكم شايفين كده انا شوحت يعني، عملتها كده بالزبده بتاعتي اهيت. يعني اخلي الدقيق بتاعي في الزبده كده اللون يروح الشكل الذهبي ده كده زي ما حضراتكم شايفين كده، ويبقى سايل كده. شايفين هو سايل معايا ازاي؟ عشان لما اجي احط اللبن بتاعي كده ما يزغمتش كده. انا بحط اللبن بتاعي واحده واحده اهو، وبقلب بالمضرب. شايفين بتتقل معايا ازاي اهي؟ احط واحده واحده كده واقلب زي ما حضراتكم شايفين كده بالمضرب. اهم حاجه يا حبايبي تكونوا بتعملوا بمضرب مش بمعلقه ولا بشوكه، لان المضرب ده ما يخليهاش عمرها ما تكلكع معاكي كده. بحط اول باول زي ما حضراتكم شايفين كده الدقيق اللبن بتاعي اهو. هوريكم كده معايا لحد كده. انا حطيت الكيلو اللبن كله، وافضل اقلب كده، واجي حاطه بقيه حبه الدقيق. انا كنت حاطه نص كوبايه زي ما حضراتكم ما شفتوا كده. كده انا حطيت بقيه الدقيق بتاعي اهو، وافضل برضو اقلب كده عمره ما يكلكع معايا اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب البشاميل بتاعي خلص اهو زي ما حضراتكم شايفين
وكنت موطيه عليها النار. لازم توطي عليها النار كده زي ما حضراتكم شايفين كده. السمك ده شايفين حضراتكم مبيتخنش اكتر من كده. كده ده كيلو اللبن، وزي ما حضراتكم شفتوا كده، والزبده اللي انا قلت لكم عليها، وكده خلاص دي خلصت معانا البشاميل. المكرونه بتاعت اهيت، النص كيلو مكرونه احط عليه احط نص البشاميل كده عليه بالظبط. يعني احط نص البشاميل بتاعتي كده زي ما حضراتكم شايفين. واحط حبه من اللحمه بتاعتي كده، الفراخ بتاعتي كده عليها، وابدا اقلب مع بعض كده زي ما حضراتكم شايفين كده. هتعجبكم جدا جدا لو عملتوها بنفس الطريقه دي والله. يعني انا بعملها كده على طول، بطعمها تحفه. هي نفس زي المكرونه اللي احنا بنعملها باللحمه، اللي هي بالبشاميل، بس دي بالفراخ وديكها باللحمه، نفس الطريقه يعني. ازود معايا كمان حبه لحمه كده. بقيه اللحمه هحطها في النص زي ما حضراتكم شايفين كده. تقلبوها كويس كده، وانزل في السرفيس بتاعي كده زي ما حضراتكم شايفين كده. احط نص المكرونه وافرد كده يا حبايبي في الصينيه بتاعتي كده. افرد واساوي كده زي ما حضراتكم شايفين كده. وانزل باللحمه بتاعتي كده. وافرك كده يا حبايبي زي ما حضراتكم شايفين كده. ونحط على البشاميل زي ما قلت لكم كده نص معلقه فلفل اسود، ونحط نص معلقه ملح في البشاميل، وندوق يا حبايبي. اهم حاجه نظبط الملح بتاع البشاميل. ندوق، لو عايزه ملح تاني بنزودها، مش محتاجاه ملح تاني بنزودش. لازم كل حاجه فيها تبقى مظبوطه. المكرونه بالبشاميل بالذات لازم تبقى كل حاجه كده يا حبايبي. صينيه المكرونه اهي استوت معانا زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل الجميل ده. وشها زي ما انتم شايفين محمر، هو لا بيض ولا حاجه، اكتر من الزبده اللي انا حطيتها قدامكم على وش الصينيه. لو عملتوها بنفس الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا. تعملوها وتاكلوها بالف هنا وشفا. ما تنساش تفعلوا الجرس وتدوسوا لايك عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كده يا حبايبي انا بدهن وش الصينيه بتاعتي زبده زي ما حضراتكم شايفين كده. انا ما بحطش بيض لان البيض بيزفر. احنا بندهن وشها كده زبده من فوق كده زي ما حضراتكم شايفين كده. بتحمر معايا وبتبقى مستويه وشكلها تحفه. هوريها لكم بعد التسويه. اما البيض يا حبايبي البيض بيزفر. انا ما بحطش بيض على البشاميل خالص ولا على اي حاجه في المكرونه والبشاميل. زي ما حضراتكم شايفين كده تدهني وش الصينيه بتاعتك زبده كده خلاص تطلع متحمره وزي الفل. كده مش فاضل الا التسويه. هوريها لكم بعد التسويه. كده يا حبايبي صينيه المكرونه اهي استوت معانا زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل الجميل ده. وشها زي ما انتم شايفين محمر، هو لا بيض ولا حاجه، اكتر من الزبده اللي انا حطيتها قدامكم على وش الصينيه. لو عملتوها بنفس الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا. تعملوها وتاكلوها بالف هنا وشفا. ما تنساش تفعلوا الجرس وتدوسوا لايك عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.